استاذ محمد الكلية، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، بنرحب بيك في موقع الإسماعيلي السيسي. أنا برحب بكم وبرحب بكل زوار موقع الإسماعيلي السيسي. بنهنيك على مناسبة عيد ونقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب بما إنها متأخرة شوية. وحضرتك طيب وعودوا علينا جميعا، على المصريين جميعا، المسلمين والمسيحيين بكل خير وبركة. آمين يا رب. أستاذ محمد، النهاردة حصلت لفتة طيبة من موظفي النادي الإسماعيلي والجهاز الفني واللاعبين، أول مرة نشوفها وتحصل مع مجلس إدارة سواء معين أو منتخب. تكلمنا عن اللفتة. الحقيقة هي كانت لمسة وفاء، احنا يعني بنسمنها وبنشكرهم عليها، ومش عايز اقول لحضرتك قد ايه يعني انا شخصيا كنت متاثر جدا. يعني يمكن الواحد حس ان هو يعني عمل حاجه. يعني النهارده حسيت ان انا كان ليا دور في النادي الاسماعيلي من التكريم اللي حصل لي النهارده، سواء من العاملين او من اللعيبه او من الجهاز الفني، او اهم كمان من الالتراس اللي هم الالتراس اللي الحقيقه يعني بكن لهم كل احترام وكل حب، ويعني بشكر الجميع وبقول لهم يعني احنا متشكرين، وان شاء الله يعني تبقى ديت عاده ما تنقطعش. كل مجالس لازم يأدي، لازم يكرم، ولازم لفته طيبه كده ونقول للناس يعني، وديت يعني متشكرين بدل ما كنا بنسمع ان هو بيبقى يعني في نقد على طول على طول على طول. بالظبط. فعلا احنا اللي احنا لمسناه من المجلس ده اللي جه في ظروف صعبه جدا، ومع ذلك عبر بالنادي الاسماعيلي، وكان يجب علينا ان احنا لازم نشكره ونحييه. عايز كلمه حضرتك توجهها بقى للجمهور نادي الاسماعيلي في نهايه الفتره بتاعتنا. استاذنك بس اوجه كلمه لزملائي في المجلس. اوجه التحيه للدكتور رأفت عبد العظيم، الحقيقه اللي كان قاد المسيره بمنتهى الحكمه والحنكه والديمقراطيه، للمهندس عثمان عطيه اللي احنا افتقدناه في الفتره الاخرانيه، اللي كنا بنعتبره يعني الحقيقه يعني هو زي ما بيقول يعني رمانة الميزان في المجلس بتاعه والدينامو. هو يعني الحقيقه وان كان يعني حد المفروض يعني نديله جزيل الشكر، فهو المهندس عثمان عطيه على اللي عمله، ويعني ربنا يجعله في ميزان حسناته. زميلي استاذي الاستاذ ابراهيم عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الاداره، اخويا الصغير حبيبي كابتن مصر عبد المسيح، المهندس محمد اسامه ابو ليلى، وبدعي له بالتوفيق وبقول ان هو يعني خامه طيبه جدا جدا جدا. الاسماعيلي يشرف ان هو يكون في شخصيه زي المهندس اسامه ابو ليلى، لانه الحقيقه راجل يعني حقيقه صاحب فكر وصاحب راي ويعني التزام يعني ما فيش بعد كده. اما بقى بالنسبه للجماهير انا بقول له يعني احنا اول كلمه كنت قلتها يعني في اول حديث ليا قلت يعني ان احنا لو اصبنا فيعني اعانونا، وان اسانا فقومونا. ارجو ان احنا نكون يعني ادينا المهم على اكمل وجه. الحقيقه يعني انا شخصيا يعني راضي، وضميري راضي على كل اللي انا عملته. انا يعني حاولت ان انا اخدم النادي الاسماعيلي بكل ما وده اللي احنا لاحظناه وحسيناه والله فعلا من جميع افراد النادي. الحمد لله وشكرا لله. وحاولت برضو ان احنا يعني نلم يعني يمكن انت لو تشوف دلوقتي العاملين تقديرهم وحبهم للاداره، اللاعبين حبهم وتقديرهم للاداره، وكذلك ما هي اللعيبه او الالتراس كمان. يعني يمكن الكلمه المؤثره اللي قالها ابننا في احمد اللي هو في الالتراس، اما يعني الحقيقه كانت مؤثره للغايه ولا تتخيل. يعني انا قلت له يعني يا ابني انت انجز في كلمته وقال فعلا اللي هو كانوا بيطلبوه، كانوا بيلاقوه من المجلس. يعني هات لي كده التراس علاقته بنادي زي الالتراس بتاع الاسماعيلي، علاقته بمجلس ادارته يعني في الزمالك والاهلي منهم وبين الالتراس مع صالح الحداد. الحمد لله ولادنا الطيبين الجمال، يعني كان دايما في طول السنه اللي فاتت كان في بيننا وبينهم علاقه طيبه الحمد لله. احنا في نهايه الحديث ده اللي احنا نتمنى انه يبقى يعني
حوار ممدود مع حضرتك، انما نشكر حضرتك على وجودك معانا وشرفتنا في موقع الاسماعيلي SSC اكتر من مره. انا بشكرك وبس وجه شكر كمان وتحياتي للدكتور عاطف، وبقول له يا دكتور عاطف احنا يعني انت حقيقي كنت بتنقدنا، لكن النقد بتاعك كان نقد بناء، واحنا يعني بنشكرك لانك ما كنتش بتهاجمنا هجوم اللي هو ملوش اي اساس، لا اما كنت بتتكلم وتنقدنا كان بيبقى باساس، واحنا كنا بناخد كلامك وبنعتبره برضو بنحطه قدامنا وبنحاول ان احنا ان كان في خطا ان احنا نصوره. متشكرين جدا ونتمنى لك التوفيق يا استاذ محمد، وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك شكرا.